ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هحكي لكم حدوتة لولي وفريد واحترام الكلام. كل يوم لولي بتروح المدرسة هي وفريد، وفي الفصل المدرسة سألت سؤال ولولي رفعت ايديها علشان تجاوب، والمدرسة اختارت لولي. لكن أول ما بدأت تتكلم حصل اللي ما كانتش متوقعاه. لولي لسه بتجاوب قاموا الولاد قعدوا يقطعوها. المدرسة قالت لهم ان ده غلط وممنوع وما ينفعش تقاطعوا زميلتكم وهي بتجاوب، واللي يقول لها لا دي بتجاوب غلط يا مس، واللي يقول لها يا مس انا اعرف اجاوب احسن منها، واللي يقول لها لا انا عايزة اقول انا عايزة اقول. المدرسة قالت لهم لا لولي اللي هتقول، اتفضلي جاوبي يا لولي. لولي للأسف شكت في نفسها. لولي اتلخبطت فعلا مع ان اجابتها كانت صح، وحست انها مكسوفة قوي وصوتها ضعيف. وفريد كمان حصل معاه موقف غريب، كان واقف مع اصحابه وبيتكلموا في موضوع، جه فريد يقول رأيه محدش اداله فرصة يتكلم. لولي وفريد كانوا متضايقين قوي وقعدوا يتكلموا مع بعض. لولي قالت انا حاسة ان محدش بيسمعني حتى لو اللي بقوله صح، وفريد قال لها وانا كمان نفسي الناس تديني فرصة اقول رأيي. النجمة ظهرت وقالت لهم صوتكم جميل قوي ومهم، بس اللي حواليكوا محتاجين يتعلموا حاجة اسمها فن الاستماع. قالوا لها يعني ايه فن الاستماع؟ قالت لهم يعني نسمع اللي بيتكلم باهتمام ونديله وقته، وده بيفهمه ان هو مهم وكلامه مهم ويستاهل انه يتسمع. انما لما بنقاطع حد احنا بنخليه يحس ان صوته مش مهم وهو كمان مش مهم. وعلمهم حاجات مهمة قوي، وقال لهم لو حد قطعك يا لولي وانت بتتكلمي قوليله بمنتهى الهدوء لو سمحت ممكن اكمل كلامي. وانت كمان يا فريد لما تحب حد يسمعك اقف قدامه وقوله انا كمان ليا رأي. لولي وفريد شكروا النجم على النصيحة. وفي اليوم التاني سأل المدرس سؤال. لولي رفعت ايديها وهنا بدأت الأصوات حواليها تظهر. لولي قالت لهم ممكن أكمل كلامي من غير مقاطعة، وهنا كل زمايلها في الفصل سكتوا وبدأوا يسمعوها. وفريد كمان عمل كده. أول ما حس إن صحابه مش مهتمين برأيه ولا كلامه، فريد قال لهم يا جماعة أنا ليا رأي ومهم بالنسبة ليا إنكم تسمعوه. صحابه قالوا له إحنا آسفين يا فريد اتفضل قول. وفي آخر اليوم لولي وفريد كانوا مبسوطين قوي عشان عبروا عن رأيهم بأدب واحترام. الصوت الحلو هو الصوت اللي بيتسمع، والقلب الحلو هو القلب اللي بيسمع غيره. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.